السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هننفذ مع بعض حاجات لزينة رمضان وديكورات لرمضان، ان شاء الله تنفذوها وتعجبكم. في البداية انا اسفة جدا عشان صوتي تعبان شوية. ان شاء الله النهارده هننفذ مع بعض حامل المصحف بغرزة زخرفية حلوة قوي، بص شكلها اهي، هنتعلمها مع بعض النهارده. وكمان جات لي فكره كده، مش عايزاكم تستغربوها شويه، هي هتلاقي اسفه الوانها مطرقعه شويه، لكن انا يعني ايه حاساها مستوحاه كده من فكره الخياميه. مبهجه جدا جدا وشكلها حلو قوي، ولما تحطيها كده قطعه ديكور في بيتك تضيف بهجه جميله لبيتك في جو رمضان. هننفذ مع بعض ان شاء الله نفس الغرزه اهي. هننفذ كمان مع بعض في نفس الفيديو ازاي بنجمع اجزاء اللي هو ستاند المصاحف. الستاند ده حلو قوي، طالع جديد السنه دي، بكل تفصيله فيه بصراحه مبهجه. ده شكله اهو، بنوقف فيه المصاحف كده اهو اهو اهو. شكله حلو قوي، متوفر منه الوان اهو، الذهبي والفضي. الفضي انا نفذته بنفس طريقه الحامل، يبقوا طقم مع بعض او منفصل حسب ما تحبي وحسب ذوقك. الخشب كله ده موجود حصري في جروب صناع السعاده لخامات الهاند ميد. موجود فضي وموجود ذهبي، موجود الوان. ان شاء الله هننفذ مع بعض باسهل طريقه، هسيب لكم اللينكات وان شاء الله نشوف كل التفاصيل ونقول بسم الله ونبدا على بركه الله. دلوقتي هبدا اشتغل مع بعض، هنشتغل مع بعض الحامل. هاجي في اول غرزه عندي تحت كده هبدا اوصل الخيط. انا شغاله بخيط سلسله، ابره رقم 4، هرتفع سلسله في نفس المكان كمان سلسله. الغرزه دي تقدري تزيني بيها اطراف شغل، تقدري تزيني بيها اطراف خشب، بطانيه بيبي، اي شغل عندك عايزه تزينه او مفرش، هتبقى حلوه جدا وسهله وسريعه. هشتغل في الكورنر هنا 3 اهي. هتحسي انها لا لسه ما وصلتيش للفتحه اللي هناك، هعمل كمان غرزه اهي، هيبقى 4. هكمل بقى في كل فتحه من الفتحات اللي هي العاديه دي هشتغل غرزتين، 1 2 اهي. عشان ما يبقاش الفيديو طويل هبقى هشتغل في الفتحات 2، في الكورنر هنا 4 أو 3 حسب سمك الخيط بتاعك. هخلصه ونرجع. خلاص اهو، بعد ما لفيت الخشب كله، طبعا احنا بنفصل الخيط هنا ونرجع نوصله تاني ونشتغل الجزء اللي تحت. هبدأ اشتغل الغرزة الزخرفية بتاعتي. هاجي طبعا القاعدة هنا عشان الحامل هيقف عليها، فمش هشتغل فيها الغرزة الزخرفية. هبدأ الغرزة الزخرفية من اول الكورنر هنا، هوصل الخيط وارتفع سلسلتين، وطبعا الخيط هرفه معايا اهو عشان اشتغل عليه. هاجي ادخل في نفس الغرزة، اسحب خيط، ده في اول غرزة بس، والغرزة اللي بقى واسيبه على الابرة معايا يبقى معايا حلقتين، وادخل الغرزة اللي بعدها اسحب خيط، هيبقى معايا على الابرة 3 حلقات، هطلع منهم هقفل عليهم بسلسلة، واجي اشتغل. عندي اهو حلقات اتكونت اللي هما الحلقتين دول اهم، هدخل تحتهم واشتغل غرزة حشو كمان وغرزة حشو في نفس المكان اهي، تديكي الوحدة دي. كمان مرة هدخل الغرزة اللي عليها الدور، اسحب خيط واخليه معايا على الابرة، ادخل الغرزة اللي بعدها اسحب خيط واخليهم معايا على الابرة، كأني بعمل تناقص بغرزة الحشو، وادخل اطلع من 3 حلقات اقفل عليهم بسلسلة. هيتكون عندي هنا حلقتين اهم، اللي هما الحلقتين اللي تحت دول اهم. هدخل بالابرة اعمل حشو كده، وكمان في نفس المكان كمان واحدة حشو اهي، تديكي الشكل ده اهي. كمان مرة هدخل الغرزة اللي بعدها على طول، ما بسيبش غرز، اسحب خيط، الغرزة اللي بعدها اسحب خيط، هيبقى معايا على الابرة 3 حلقات.
هلف الخيط واطلع من ال3 حلقات، هقفل عليهم بغرزة. الحلقتين اللي اتكونوا عندي هنا اهم، هدخل اسحب ادي غرزة وكمان غرزة. دي الغرزة اللي هشتغل بيها الاطار بتاع حامل المصحف. شكلها حلو جدا، جديدة وماشية معاكي في الخيط السميك والخيط المتوسط. هنشتغل بنفس النمط ده كل الاطار، ونرجع ان شاء الله. هتقفلي كمان الفتحات هنا بغرزة منزلقة زي ما متعودين، او ما بتقفليهاش زي ما انتي حابة. الجزء الجاي ان شاء الله نشتغل مع بعض الستاند. تاني قطعة فنية معانا النهاردة في الفيديو بتاعنا واللي هنعملها مع بعض، اللي هو ستاند المصاحف اللي بتوقفي فيه المصاحف. طالع حلو جدا قوي السنة دي، وعجبني جدا، وهتحسيه مبهج كده، وقطعة ديكور حلو قوي في بيتك، وتنفع في رمضان او بعد رمضان كمان. الستاند الخشب بتاعه بصي ما شاء الله محمل ازاي. التشطيب بتاعه حلو جدا. ده شكله اهو، بيجيلك عبارة عن القطعتين دول والقاعدة دي والحامل اللي هو بيقف في الجنب هنا. انا اشتغلت القطع دي، وان شاء الله هنشتغل مع بعض دي ونشوف بنجمعه ازاي. طبعا حسب سمك الخيط بتاعك. انا هنا الخيط عندي متوسط، بس الفتحات هتحسي ان الفتحات في بينها مسافات كده. فهنا بالنسبة لي هشتغل في كل فتحة 3 غرز. فهاجي هنا اهو من البداية اهو، هبدأ اوصل الخيط اهو، هدخل اعمل في اول غرزة ادي سلسلة غرزة في نفس المكان كمان واحدة اهو في اول فتحة، وهكمل اهو. هنا اشتغلت في كل فتحة 2. انتي لو الخيط عندك رفيع هتشتغلي 3. انا هنا في القاعدة اشتغلت 2، وهنا في القايم اللي هو اللي بالطول ده اشتغلته 3. فهنا هشتغل 1 2 عملناها. في الغرزة اللي بعدها هعمل ادي غرزة، 2. يبقى انا هكمل السطر هنا في كل غرزة 2. في الزاوية هنا هشتغل 3. في القايم اللي هو هنا ده هشتغل 3. طبعا ده حسب سمك الخيط، ممكن تزودي. المهم ان احنا بنرص الغرز جنب بعضها عشان لما اجي اشبك يبقى مسهل عليا. دلوقتي خلاص بعد ما اشتغلت كل الاجزاء بقى بنفس الطريقة، هبدأ اجمعها مع بعضها بطريقة سهلة خالص زي ما اتعودنا. هاجي اهو من فوق، هبدأ من فوق، هحط الضلع مع الضلع اهو، وهاجي انا بشبك في الباك لوب. فبعدي الخيط اهو من اول غرزة، بس اول غرزة باخدها تحت الحلقتين عشان يبقى الشغل ماسك نفسه. فباجي تحت الحلقتين في اول غرزة اهي، هدخل واسحب الخيط كده اهو. في البداية هعمل ايه؟ هثبت الخيط كده عشان اسهل على نفسي. هاجي طرف الخيط اهو بالولاعة اهي عشان يبقى باين اهي، هلسع بالولاعة كده واروح مثبتاه كده بحيث ان انا لما اشد ما يعديش مني. هبدأ بقى اهو احط، احنا طبعا شغالين هنا 3 غرز وهنا 3 غرز، فهتلاقي كل غرزة ليها المقابل ليها. هاجي من اول غرزة هنا واخش تحت اول غرزة كده واعدي اهو الخيط، وابدأ اوصل القطعتين كل غرزة قدامها غرزة. سهل جدا ومفهوش اي حاجة اهو. هكمل بقى اهو، هاخد كل غرزة هيقابلني غرزة مقابلة ليها، بدخل تحت الباك لوب هنا والباك لوب هنا كده واسحب الخيط. اسهل حاجة ممكن يعني تشبكي بيها. تقدري طبعا تشبكي بغرزة منزلقة، لكن انا بحس ان دي اسهل وبحس ان انا مالكة الشغل. طبعا لما نيجي نثبت الاجزاء ما بقاش فاتحة الشغل، لا هتلاقيني ضماه كده كأن ايه على وضع، يعني على وضع الوقفة اللي هو هيبقى واقفها، بحيث الشغل يبقى اما تيجي تشبكيه يبقى متشبك مظبوط. هاخد كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها واشبك كل الجوانب ال4 اجزاء، وهبقى عملت احلى ديكور في رمضان والغير رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله تنفذوا احلى موديلات اهي. هكمل، هاخد كل غرزة بالغرزة المقابلة ليها، هكمل بقى كل الاجزاء ونرجع ان شاء الله نشوف شكلهم مع بعض
ونكمل مع بعض. ده خلاص كده خلصنا الحوامل بتاعتنا اهي. الغرزة شكلها تحفة ما شاء الله، زيني بيها اطراف شغل سواء خشب او لبس حتى. حلوة جدا. ده الستاند احنا هنسميه ستاند الخيامية. مبهج جدا وقطعة ديكور مميزة في بيتك سواء في رمضان او بعد رمضان. ده اللون الفضي. ده كمان اللون الذهبي مع الاحمر اهو، مميز وفخم، وبصي يعني قطعة فنية الصراحة. كمان بيجي معاهم اللي هي الفواصل بتاعه اللي هي بتحددي بيها الصفحه بتاعه المصحف. انا هنا ركبت لها شرشوبه صغيره كده وخشبه، زينيها زي ما تحبي، شكلها مميز جدا. ده كمان شكل الاستندات بتاعنا اهي بعد ما خلصناها وجمعناها اهي. اشتغليها باللون اللي تحبيه. هنا ده الفضي وهنا ده الذهبي، مميز جدا اهو، شكلهم حلو قوي ومبهجين. ومميزين كمان السنه دي، من احلى القطع اللي اتعملت ديكور رمضان السنه دي. ان شاء الله يعجبكم. اتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل واستفدنا فيه مع بعض. الغرزه الزخرفيه حلوه جدا. اشتغلي بيها كل حاجه يعني، تزيني بيها اطراف شغل. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. الخشب ده موجود حصري في جروب صناع السعاده، هسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف. وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.